الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن أفضل الناس وخيرهم وأحسنهم عند الله تبارك وتعالى هو من يعامل أهله معاملة حسنة. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وخيركم لأهله أي لعياله وذوي رحمه، وقيل لأزواجه ولأقاربه، وذلك لدلالته على حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي، فأنا خيركم مطلقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة لهم، وكان على خلق عظيم كما وصفه ربه. مما يؤسف له في الواقع الناس المرير أنك تجد الشخص مع زملائه ومع أصحابه مسرورا سعيدا مبتسما بشوشا، فإذا رجع إلى أهله ودخل منزل الزوجية والأهل تجده عابسا كئيبا حزينا، وهذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وسئلت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت. وسئلت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: ما يفعله أحدكم كان في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاهتمام والعناية بأبنائه، وقد زخرت كتب السيرة بمواقف تؤكد هذا. جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة، واحترامه لها وإكرامه لها، حيث تقول: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت رسول الله في قيامها وفي قعودها. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته مجلسها. هذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه. ومن محبته لبناته أيضا أنه كان يهتم بشؤونهن ويحل مشاكلهن. ومثال ذلك أن ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها جاءته يوما تشكو مما تجده من جهد في عمل البيت، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر لها خادما، فقال لها ولزوجها: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وبناته وأهل بيته. قارن بين ذلك وبين ما يحدث الآن في عصرنا من تدخلات الأهل وفساد في الحياة الزوجية، فلتكن لكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الأزواج يعالج المواقف بحكمة ورجاحة عقل. فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة في الأرض فانفلقت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس النبي صلى الله عليه وسلم الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صفحتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذه معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاكل التي تقع في بيته. عن أنس قال: بلغ أن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها: ابنة يهودي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ يهتم النبي صلى الله عليه وسلم لشؤون زوجته ولأمور زوجته ولمشاكل زوجته. قالت لي حفصة: إني بنت يهودي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي وإن عمك نبي،
وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا حفصة. هذه هي طريقة معالجة النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب خاطر زوجاته داخل بيته، في تطيب لخاطرها وبيان أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تنسب إلى نبيين هما موسى وهارون، لأنهم من سلالة الأنبياء. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بعض أوقاته لملاعبة الزوجة وممازحتها وملاطفتها، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية صغيرة، فقال لأصحابه: تقدموا تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، فسابقته فسبقته. فلما كان بعد خرجت أيضا معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم، فقلت: وكيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحالة؟ فقال: تفعلن، فسابقته فسبقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دراسة نفسية زوجاته وما يدور في أذهانهن، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: كيف ومن أين تعرف يا رسول الله؟ أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قلت: أجل والله يا رسول الله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على رعاية مرضى أهل بيته، إن كان صبيا أو إن كانت زوجة أو إن كانت أختا أو إن كان أبا أو إن كان أما، فكان يوفر النبي صلى الله عليه وسلم سبل العلاج والراحة وعلاجهم بالرقية الشرعية. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفس عليه بالمعوذات، فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قضاء وقت للترفيه والتنزه لهن، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بدفين وتغنيان في أيامهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستتر بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. قالت عائشة: ولما قدم وفد الأحباش على النبي صلى الله عليه وسلم قاموا يلعبون في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم، يعني زهقت وتعبت، يعني تعبت وشبعت من الفرجة عليهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مواساة الزوجة ومسح دموعها وتطيب خاطرها. فعن أنس قال: كانت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. حاله صلى الله عليه وسلم مع طعام أهله، لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ولم يتكلم على شكل الطعام ولا على صورة الطعام ولا على طعم الطعام. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قارن بين ذلك وبين ما يحدث الآن في بيوت بعض الأزواج ومن الأولاد. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسعاد أحفاده والشفقة والرحمة بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خطيبا بالناس، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما وصعد بهما إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل خطبته. هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده الصغار. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ويرى أحفاده إلا وإذا نزل من على المنبر وقطع خطبته وأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في إحدى صلاتي النهار، الظهر أو العصر مثلا،
وهو حامل الحسن والحسين، فتقدم فوضعه عند القبلة، وضعه بقدم النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فأطالها. يقول: فرفعت رأسي بين الناس أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا به طال الصلاة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، والغلام راكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فعدت فسجدت. فلما انصرف الرسول قال ناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أشيئا أمرت به أو كان الوحي؟ قال: لم يكن هذا ولا ذاك، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو قتادة: رأيت النبي يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج الشيء أعلاه، وإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وذلك فيه الحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن، والصبر على إعوجاجهن، واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وإنه لا مطمع في استقامتهن. في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالقوارير. قال: يا أنجشة رويدة، سوقا بالقوارير أو رفقا بالقوارير. سماها قوارير لضعف عزائمهن، وتشبيهها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها. فاتقوا الله في أهلكم وأزواجكم وأولادكم، فأنتم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عنهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليكم التحمل والصبر والرضا. فالميثاق الغليظ الذي جعله الله تبارك وتعالى بين الزوجين يقتضي أن يحتمل كل منهما هفوات الآخر. يقول أبو الدرداء لزوجته أم الدرداء: إذا رأيتني غضبا فرضيني، وإن رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم يكن نصطحب. فبالود والمسامحة والمحبة تدوم العشرة، وبدونهما لا توجد ألفة ولا عشرة. ولو أن كلا الزوجين وقف عند الهفوات الآخر ما استمرت الحياة، بل صارت إلى هدم وزوال، وما صار أحد مع زوجته في المجتمع كله. فلا بد لكل واحد منهما أن يحتمل صاحبه حتى تستقر الأسر والمجتمع. لذلك علينا أن ننتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. وننتبه لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فاتقوا الله تبارك وتعالى في نسائكم وأهلكم وأولادكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.